مقتل شاب يمني في جريمة بشعة في منطقة برانكس في نيويورك. هذه الجريمة حدثت صباح يوم الخميس 26/3 الساعة تقريبا 10 صباحا في مكان عام اللي هو موقف باص في منطقة نوروود في برانكس. كان هذا الشاب اللي اسمه عصام الشايف 21 سنة فقط، خارج من الباص وتبعه اللي هو المجرم القاتل اسمه جادور ريد عمره 18 سنة، وأطلق عليه الرصاص. الآن تم وصف هذه الحادثة حسب الديلي نيوز أو صحيفة الديلي نيوز بأنها عملية إعدام، لأنه أطلق عليه الرصاص وهو مرمي على الأرض أكثر من مرة في منطقة الرأس. طبعا ألقوا القبض عليه بعد ما هرب. تم توجيه تهم لهذا القاتل اللي فقط عمره 18 سنة، اللي هي السكند ديجري ميردر، اللي هي القتل العام من الدرجة الثانية، وأيضا القتل غير العمد من الدرجة الأولى وحيازة السلاح.